بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في دولة اسمها هايتي، دولة صغيرة أو بتعتبر جزيرة موجودة ما بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. هذه الدولة فيها مصانع ملابس جاهزة كتير جدا، يعني فيها مصانع تعتبر ورش، لكن تلاقي كل بيت او كل منزل فيه مصانع او ورش. في مصانع طبعا ضخمة هناك. السوق الاساسي ليها هي امريكا. اتأثرت طبعا جامد جدا بالقرارات الجديدة اللي تم تطبيقها على جميع الدول، فطبعا دي عاملة مشكلة بالنسبة لهم جدا. واحد أصحاب المصانع بيتكلم في أحد القنوات اللي ده هيأثر معانا كتير. فالدولة دي بصراحة عملت شغل كتير محدش يعرفه، لكن هي عاملة شغل رهيب في التصدير. ناس بتشتغل وناس بتنتج، وغزت السوق الأمريكي لأن هي قريبة من أمريكا، فيعتبر أصلا يعني مفيش قيمة للشحن. قيمة الشحن تعتبر ضعيفة أو منعدمة جدا بتاعتها. فاحنا خلينا مع بعض مع الجديد في الغزل والنسيج، ونشوف ايه اللي هيحصل الأيام اللي جاية إن شاء الله مع الخامات. خلي بالك أوي إن أسعار الخامات بره نازلة بطريقة رهيبة. النهاردة الصين عملت جمارك على السلع الأمريكية 34%، راح جاي القطن نازل وقع خالص، وصل ل63 سنت للليبرا. فربنا إن شاء الله يسترها مع الناس والشركات تشتغل تاني. تحياتي مهندس محمد كمال.